قيوم إليك أحتاج أرجوك بدموعي، صلي بحبك دوم أنا العصي عسى تغفر تراعي، من جرب يتلذذ بطاعتك سعيد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. والله فعلا من أعجب الأشياء التي يمكن أن نعرفها عن الله تعالى أن نعرف عن صبره سبحانه. فهو سبحانه ليس فقط صبور، بل إنه لا أحد أصبر من الله تعالى، لدرجة أن العبد الذي هو خلقه سبحانه بنفسه يقوم فيتسخط على ربه، وربما يقول نكتة يستهزئ به وبشرعه، ومع هذا فإن الله تعالى لا يعجل له بالعقوبة بل يمهله، لعله يتوب، لعل قلبه يلين ويرجع. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. فالأكثر من هذا إنه سبحانه في كل ليلة ينادي الذين يصبر عليهم، يقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى أن يطلع الفجر. ربما هذا العبد أصلا لا يهتم ولا يعبأ، ومع هذا فإن الله تعالى يستمر يناديه في كل ليلة: صبور سبحانه، صبور. نحن والله المقصرون في حقه جل جلاله، وإلا فهو لم يقصر في حقنا ولم يتوقف عن الإحسان إلينا. وهذا الصبر من الله تعالى قد يستمر لا لأيام ولا لأشهر، بل لسنوات، سنوات، وهو سبحانه يرى نفس العبد يصر على الذنب ويصر على المعصية، بل ربما يزيد في المعاصي وهو يصبر عليه، بل ويرزقه ويعطيه. لا ينام ليلة جائعا بلا عشاء، يطعم هذا العبد ويسقيه، وحتى لو مرض فإنه ربما يشافيه. ولو كان غيره سبحانه والله لا ينتظر ولا حتى أقل القليل، يهلكه مباشرة وانتهى الأمر. لكنه تعالى غير عنه، يرسل للعصاة الرسل، ويأمر الرسل أن يتكلموا بلطف مع هؤلاء العصاة الذين عصوا لعلهم يعودون إليه سبحانه. فرعون، هل هناك أفجر من فرعون؟ فرعون الذي ادعى أنه هو ربنا الأعلى تعالى الله عن ذلك. قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا الله، ما أحن الله على عباده، يراعي مشاعر فرعون حتى ما يترك الخير بسبب أسلوب غير لطيف. فقولا له قولا لينا. فإذا كان هذا هو لطف الله مع من عصاه، فكيف بمن يطيعه ويرجع إليه؟ كيف لطفه به؟ لهذا عد إلى الله وأبشر، أبشر، لن تجد من يعاملك تعامل أفضل من تعامل هذا الإله اللطيف الغفور الودود. ولكن في نفس الوقت انتبه إلى أنه سبحانه قد يصبر على العبد ويصبر عليه ويذكره ويرغبه بالعودة إليه، ثم يصبر ويصبر عليه، لكن هذا الصبر منه سبحانه ليس للأبد، فهو عدل سبحانه، عدل جل جلاله، لن يساوي بين المحسن والمسيء. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فإنه سبحانه أيضا قد يعاقب بالدنيا بمصائب على إعراضك، لكن ليست هذه هي يعني في الحقيقة المشكلة الحقيقية. الدنيا أمرها سهل، المصيبة لو أن الوقت انتهى، المهلة انتهت، بحيث رأى العبد ملك الموت. هنا انتقل الإنسان من مرحلة الاختبار إلى مرحلة الحساب. طيب ما هو الحل الآن بعد أن رأى ملك الموت؟ صراحة لا يوجد حل. كتب الله علينا أنه لن يعود ولا واحد من البشر إلى هذه الدنيا إذا غادرها. لهذا لا تغتر بالله. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. لا تغتر بصبره وحلمه وكرمه حتى ما تتفاجأ بنقطة هي نقطة اللا عودة. وبالمناسبة فإن صبر الله تعالى على عباده ليس على مجرد ذنوبهم، بل الأمر أكبر من ذلك، إنه صبور على أكثر من هذا سبحانه. فإن العبد قد يرزقه الله العطاء بصورة البلاء، يعني مثلا هو يريد سيارة معينة يريدها من كل قلبه، وربنا يعلم أنه إذا اشتراها فسوف يقع له حادث شنيع، فمن رحمته بعبده أنه يمنعه عنها، يقلل ماله، يوقف ترقية معينة، يوقف صفقة تجارية معينة، المهم أن يمنع السيارة عنه. فيتسخط هذا العبد على الله، ربما يقول كلاما لا يليق أصلا، يعني ما يتأدب مع الله. يقول مثلا: أنا ماذا فعلت في حياتي؟ لماذا الله تعالى يفعل هذا بي؟ وربنا سبحانه يسمع كلامه كله، ومع هذا لا يوقف الخير عنه،
ولو كان غيره سبحان الله ربما ما صبر عليه. قال تريد هذه السيارة، تريد هذا الشيء، طيب خذه وفيه هلاكك. لكنه سبحانه يسمع تسخطه ويصبر عليه. كم مرة حصلت لنا أمور كرهناها وتسخطنا عليها، ثم اكتشفنا أن الأفضل هو بالضبط ما قدره الله في السابق لا ما كنا نريده. ومع هذا فإنه سبحانه لم يوقف الخير عنا بسبب تسخطنا. صبور سبحانه، ولهذا والله نحبه، حتى أنه ربما رأى الواحد منا يشكر من كل قلبه العباد جميعا على خير، هو الوحيد الذي أرسله إلينا. كيف أن يرى الله تعالى عبده يشكر المسؤول الذي أنهى معاملته من كل قلبه ويحرص على رضا هذا المسؤول، ويشكر الشخص الذي أقرضه مثلا أو ساعده، وإذا نسب الفضل نسبه للمخلوق. والخالق من فوق 7 سمائه يطلع عليه ويراه يفعل ذلك ويصبر على هذا التصرف. تخيل مثلا يرسل لك شخص مبلغ من المال عن طريق البريد، تشكر ساعي البريد من كل قلبك وتنسى الذي أرسله، الذي أرسل هذا المبلغ. الله تعالى هو الذي ألان قلوب العباد لك، لو شاء سبحانه لما سمح لهم أن يعطوك أصلا ولا ما ساعدوك، وهو يحب أن يراك تشكره بلسانك وأفعالك فتطيعه ولا تعصيه. قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. ومن صبر الله أنه لما رأى عبده شكر غيره وترك شكر ربه لم ينزع تلك العطية، بل صبر على عبده وترك تلك النعمة له. فيا الله ما أصبر الله على عباده. والله كل هذه الأفعال الطيبة منه سبحانه تجعلنا نحب الله أكثر، نحب هذا الإله الجليل الجميل الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخي الكريم، أختي الكريمة، ختاما، لا تكن ذاك العبد الذي يصبر الله عليه، بل كن العبد الذي لا يصبر عن الله، لا يستغني عن ربه. كن العبد الذي يفرح بالعودة إلى ربه والتوبة إليه، وأبشر سوف تجد إلها توابا رحيما يفرح بعودتك إليه أكثر من فرحتك أنت بالعودة إليه. ولقد كان صبورا علينا لسبب منها لكي يفرح بعودتنا إليه، فهو يفرح فرحا عظيما بعودة عبده إليه تائبا. أسأل الله يجمعنا وإياكم على محبته. إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة نتعرف فيها على الله أكثر. ماذا تعرف عن الله؟ نلتقي معكم والحمد لله رب العالمين. يا الله إلهي يا قيوم، إليك أحتاج أرجوك بدموعي، صلي بحبك دوم أنا العصي، عسى تغفر تراعي. من جرب يتلذذ بطاعتك سعيد، لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.